السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي وصفتنا اليوم غندير واحد الكيك اللي ساهله واقتصاديه، اسهل ما يكون. ما فيهاش كثره المكونات، وما فيهاش كثره التعقيدات بزاف. عندنا رشه الملح، 2 كيسان ديال الماء بالكاس ديال العنبه، كاس ديال السكر. كنخلطوا ديك السنيده مع الماء حتى تذوب لينا مزيان. غندير واحد الساشيه ديال الفاني، وكنخلطوا ديك السنيده تذوب لينا مع داك الماء والفاني حتى نذوبوها مزيان في داك الماء. اقتصاديه هاد الكيكه، واحد المعلقه ديال نيسكافي، ونص كاس ديال الزيت، كنخلطو مزيان هاد الخليط. كنبقاو نخلطو مزيان حتى يذوب لينا داك السكر. هاد الكيك هذا راه ساهل واقتصادي، اسهل ما يكون. كنزيدو 3 د الكيسان ديال الدقيق معبورين بالكاس ديال العنبه. حنا درنا منهم القياس وخلينا شويه حتى نخلطوا ونكملوا دوك 3 د الكيسان كاملين. كنزيدوا واحد 2 معالق ديال الكاكاو، كنزيدوا عليهم واحد شويه ديال ماشي 2 معالق، وكنخلطوهم في زليفه بوحدهم. تنخلطوا داك الكاكاو مزيان، ندعكوه مزيان مع شويه الماء بحال هاد الشكل هذا. كنخلطوه بوحدو بحال هاد الشكل هذا، كنخلطوه حتى ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات. وكنزيدوه على الخليط بحال هاد الشكل. كنزيدوه على الخليط وكنحركوه مزيان بحال هاد الشكل هذا. اللي شاف هاد الفيديو ما ينساناش من البصمه ديالو، الله يحفظكم. دابا كنزيدو داك الدقيق اللي بقى، الكماله ديال 3 د الكيسان، وكنخلطوهم بحال هاد الشكل هذا. كنخلطو بحال هاد الشكل، كنزيدو دوك 2 خمارات حمرين هما الاخرانيين. دابا كنزيدوهم وكنخلطوهم حتى هما مزيان مع الخليط بحال هاد الشكل هذا. صافي ملي كنبداو نكتبوا فيها رقم 8 وما تهبطش بالزربه صافي كنحبسو. كنشدو دابا المول، غندهنوه بالزبده ونغبروه بالدقيق، وكنخويو فيه الخليط. اي مول بغينا نديروه، يا طويل يا دائري يا مربع يا كيما كان. سميتو الكلاصاج غنديرو فيه كاس ديال الماء، معلقه ديال السنيده، ومعلقه ديال النشا، ها هي. نخلطوه نحركوه مزيان، وواحد المعلقه ديال الكاكاو بحال هاد الشكل. نخلطوه وكنردوه على العافيه مهيله، وكنبقاو نخلطو حتى يتقال لينا داك الخليط.
تقال لينا هاد الكريمه كنزيدو عليها واحد 5 د القطع ديال الشكلاط الابيض كالا حتى يذوب لينا مع داك الخليط، نذوبوه مع الخليط حتى كيولي لينا كلاصاج. وملي كنخرجوها من الفران كنتقبوها هكا بواحد الكيردو اولا عود ديال الشواء، وكنكلاصيوها من الفوق بديك الكريمه اللي درنا بحال هاد الشكل هذا، بحال هاد الشكل كنكلاصيوها كامله. راه كتجي معلكه وكتجي واعره، واخا ما فيهاش مكونات بزاف. صافي كنخليوها حتى تبرد، كندردرو عليها الكاوكاو مهرمش اولا اللوز ايفيلي اولا القرقاع اولا الكوك اولا اي حاجه بغينا نديروها. المهم تزيين ماشي مشكل، اي حاجه بغينا نديروها بحال هاد الشكل هذا. ها هي كيفاش جات، كتجي معلكه وكتجي لذيذه. شكرا، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.